الحالة الشعرية التي وازنت ما بينهما إنها بدأت بمساومة الخوف، ثم الكشف عن أن هذا الذي نخافه لأنه غريب، وقيمة الفن أنه يكشف عن الغريب غرابته فيتحول إلى شيء مسلم، منذ ما فعله الفنانون القدماء من 50 قرنا من الزمان في كهوف التاميرة عندما رسموا الوحوش التي كانوا يخافون منها، ثم المشاهدة بتأني وقد قيد هذا الخوف، ثم هو يستجمع قواه ليقوم يعني على عادة الدرعميين بمفاجأتنا بالإقبال، فقد أقبر الخوف أو أمات الذعر ودفنه، ومن هنا يأتي انتصاره. الآن إلى أستاذنا الدكتور أحمد الشيمي، وما لم يكن يعني تفضل أستاذنا. طبعا أنا أتشرف شرف كبير إني أكون في هذا اللقاء المهم جدا في حضرة الشاعر الكبير محمد الشحات، وفي نقابة الصحفيين مع أساتذة كبار ونقاد مهمين. والحقيقة إن أنا أستاذ أدب إنجليزي، وعلاقتي باللغة العربية علاقة محبة وود شديدين، لأني اشتغلت بالترجمة فترة طويلة جدا، وترجمت أكثر من حوالي 30 كتاب، والحمد لله منشورين كلهم في هيئات النشر الحكومية، المركز القومي للترجمة وهيئة قصور الثقافة وهيئة الكتاب. ولا أدعي إني أفهم في اللغة العربية، الحقيقة إني كمان أخجل من معرفتي في النحو العربي، يعني مش مفهموش ليه؟ لأني قواعد زي الرياضيات، ولذلك الأستاذ الدكتور المحترم شهير دكروري لما اتكلم أنا اتخضيت. عفوا لأني مدار علوم وكده، تعلم منكم. لكن يظهر إني أنا بردف لما أجي أترجم ما بغلطش، وحتى لو غلطت برجع لبعض الأساتذة وأشوف الخطأ من الصواب، لأن اللغة العربية يمكن ممارسة أو أي لغة ممارسة أكثر منها حفظ للقواعد ومبادئها. يعني نعود إلى شاعرنا الكبير محمد الشحات، وهو صديق عزيز. والواقع أن أنا يعني طبعا كبير في السن، لكن كنت أقرأ الأستاذ محمد الشحات في المجلات وفي الجرائد شاعر، وهو شاعر مشهور وشاعر كبير، لكنه ليس شاعرا صاخبا، يعني لم يجنح إلى الزيوم والانتشار الصاخب زي بعض الشعراء اللي احنا عارفينهم الكبار برضه بعض محترمين. لكن الشاعر محمد الشحات شاعر مهم جدا، وفي نفس الوقت يشبه كثيرا بعض الشعراء الإنجليز اللي أتموا مشروعهم الشعري في هدوء تام، وتركوه للأجيال النقاد عشان تحكم عليه. وسوف تدل الأحداث والتاريخ على أن محمد الشحات من أهم الشعراء اللي ظهروا في النصف الثاني من القرن العشرين. وكل ديوان فيهم يعني لبنة في مشروعه الشعري، ولبنة لا يستغنى عنه، يعني كأنه بناء محكم ومهم، ولا تستطيع أن تحذف ديوانا وتقول أن هذا الديوان
يتمنى لم يكن يكتبه. لا، هو واعي جدا بأن مشروعه الشعري زي نجيب محفوظ، يعني هو واعي ببناء المشروع الروائي العربي. لأن نجيب محفوظ لما كان يكتب كان عارف إن هو هيبني الرواية العربية من أولها لآخرها، من الرواية التاريخية إلى النفسية إلى الاجتماعية إلى العبث إلى الواقعية إلى لغاية حتى الواقعية الصحية، جرب كل شيء حتى البوليسية، حتى ما سابش حاجة. هو عارف إنه بيبني الفن الروائي العربي من الصفر، والحمد لله أتم مشروعه كله. ودي معجزة على فكرة في حد ذاتها، إن واحد زي نجيب محفوظ بخطورته وشجاعته وإقدامه يتم المشروع كله من الأول للآخر، من غير ما يتقتل ولا من غير ما يتضرب ولا من غير ما يباد. يعني دي في حد ذاتها يعني كرم من ربنا. الشاعر محمد الشحات أيضا أتم مشروعه كله، وطبعا متروك للنقاد في المستقبل عشان يحكموا ويسهموا في إذاعته وشيوعه. أنا لفت نظري، أنا طبعا كتبت دراسة قبل ذلك، لكن بعود لقراءة دواوين محمد الشحات، لكن في ثيمة معينة أو تيمة أو موضوع قلما يتناوله النقاد في مصر أو في العالم العربي، وهي تيمة بسيطة لكن غايبة عن النقاد. أنا وجدتها في النقد الإنجليزي كتير، عنده شعراء كتير يعني، وهي تيمة إيه؟ تيمة كبر السن أو الاجتهاد أو فترة القبول أو الإنسان لما يتقدم في السن. في دراسات كتير في الغرب عن يقول لك the last words، يعني إيه؟ الأعمال الأخيرة للشاعر أو للكاتب أو للقاص أو للرواية، يعني الأعمال الأخيرة بتاعته اللي هي كتبها في آخر العمر. ربنا يديك الصحة طبعا، وإن شاء الله تكون في منتصف العمر مش في العشرينية. فالكبر السن هم من ضمن الهموم اللي بتهم الشعراء والكتاب وكل من يعمل بالأدب. فمثلا أبو العتاهية طبعا الدكتور شهير يصلح لي، يقول لك: وعريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القديم، ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب، فيا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل النشيب. ده شاعر مهموم بالسن، بالكبر السن. أيضا أبو العلاء المعلم له قصيدة مشهورة يقول لك: من عاش 70 فهو في نصب وليس للعيش بعده خيرة، والخير من زئبق تشكله وإنما يركب امرأ غيره. وأنا هجيب أمثلة بسيطة بس. في شاعر مشهور جدا، شاعر عملاق اسمه ويليام باتلر ييتس، كاتب قصيدة يقول لك: هذه البلاد، دي بترجمها أنا، هذه البلاد ليست لكبار السن فالشباب تشابكت أيديهم، والطيور على الأشجار يغنون، والبحار امتلأت بأسماك السلمون والمكر، كل ما يولد يموت، أسرى المتعة العابرة، يهملون الفن الباقي أبدا. لأن الشاعر بيقول يعني إن كبر السن عند الشعراء مش مهم، لأن كبر السن مصحوب بفناء، يعني بتعب الجسد، لكن هناك ما هو أهم من الجسد وأهم من الهيكل المادي للشاعر، وهو الروح. لا، كلما كبر في السن الشاعر كلما كانت روحه أروع وكانت روحه أنبل،
كان كل ما يبدعه أكثر خلودا، ولذلك هذه دعوة للباحثين أنهم يدرسوا اللاست ويركس أو الأعمال الأخيرة، لأن تلاقي نجيب محفوظ مثلا بيكتب آخر أعماله أصداء السيرة الذاتية وأحلام فترة النقاهة، وهكذا. تلاقي كل كاتب كبير يكتب أعماله الأخيرة فيها أعراض السن، مش أعراض السن يعني الضعف، لا، الخوف من الضعف والخوف من المصير والخوف من المجهول، ويتحول هذا كبر السن هذا الهم إلى أدب شديد الروعة وشديد، يعني في صور جمالية مش موجودة في الأعمال الأولى ومش موجودة في الأعمال المتوسطة اللي هو كتبها وهو في الأربعينات مثلا أو في الثلاثينات أو في لا، الأعمال التي كتبت ما بعد ال50 هي دي اللي يجب أن تدرس. فهل طبعا في أمثلة كتير، مثلا في شاعرة اسمها أنجلي بتقول: عندما تراني جالسة بهدوء مثل كيس تركوه على الرف لا تظن أنني في حاجة إلى ثرثرتك، وإنما أنا أنصت لنفسي. يعني كأني الشاعر عندما يتقدم في السن يتفرغ لنفسه، ويتفرغ لنفسه يعني يتفرغ لأدبه ويتفرغ لفنه. ونلاحظ أن كل الأعمال التي أنتجها الشاعر أو الأديب في آخر أيامه، في آخر يعني العقد الأخير من سواء عاش 80 سنة أو 90 أو 70، هي أروع أعمال، هي الماستر بيسز أو الروائع بتاعته. هذا ينطبق على يعني أرجعوا بالذاكرة كده للأدباء اللي أنتوا قرأتوا لهم، هتلاقيهم كتبوا أروع أعمالهم وهم كبار في السن، يعني ضعاف البدن لكن أقوياء العقول جدا. فهل هذه الظاهرة موجودة في شعر محمد الشحات؟ طبعا موجودة، سواء هو كان واعي بها أو لم يكن واعيا. فمثلا في قصيدة اسمها سقوط أوراق العمر، يصرح هو في القصيدة يقول إن بدأت أوراق العمر تتساقط، لكن ماذا قال؟ كانت أشجار البلاد تحاول أن تعزف لحنا كي تفصل بين رحيل نهار الصيف وقدوم خريف العمر. كانت أوراقي ما زالت تنبت رغم رياح الأيام الصعبة، وأنا أركب ما ترسم في خصولاتي، فتركت بذوري في أوردة الأيام لتكبر. يزاحمني التعب الجسدي في هنا يزاحم قوة الإبداع التي بداخله، أي أن الجسد ليس عائقا أمام الإبداع، يعني ضعف الجسد ليس عائقا أمام الإبداع، إنما الشاعر أو الأديب يقاوم هذا الضعف مقاومة شديدة وعميقة لكي يبدع، لأني عنده قوة الإبداع يعني أكثر جموحا مما سبق من الأول. طبعا قصيدة طويلة. في قصيدة أخرى بيقول يوميات شاعر عجوز، هو بيقول كده، هذه عنوان القصيدة: صفف ما بقي من الشعر ونظر إلى المرآة وتساءل كيف تراه، استنشق بعض هواء تعوعه الخوف الذي ذكره الأستاذ الدكتور الشهيد مقبول، فأسكنه في جيب قميص حاول أن يلبسه ليخفي بعض نتوءات الصدر. هو مهتم بتجليات السن على الجسد، لكن في نفس الوقت مهموم بإبداعه، وصوره أصبحت أقوى وأشد.
انتشق وهو يحاول أن يعبر فانتبه لعين ترقبه، ارتكن على جسر ومضى يرقب من كان يراقبه، ظلت ترقبه وهو يراقبه، فتذكرها ارتعشت كل أصابعه وتصبب عرقا، وبدا يبحث عن خوف كان يخبأ في جيب قميص. استعصى الخوف وارتجفت كل مواضعه وأتاها الصوت، لم يعرف كيف يداري رجفته، طرفة عينه ظلت تصحبه، فدنا واستبشر خيرا حين رآها تدنو، فدنا ماء لاصقها فاستعصم حين ارتبك بصوت يسأله عن أبيات حاول أن يكتبها عن عينيه. إذن هو يقاوم هذا الضعف، لكنه لا يرتد عن كتابة الشعر، ويقول في آخر القصيدة حين حتى ارتبك لصوت يسأله عن أبيات حاول أن يكتبها عن عينيه، يعني مصر أن يكتب عن الجمال وعن الطبيعة وعن كل ما يحمل الجمال. وفي قصيدة أخرى يقول عن عودة إلى المنبت. دائما الشاعر عندما يتقدم في السن يريد أن يعود إلى الأصول وإلى الجذور وإلى الحالة الأولى أو الحالة المتوسطة التي كان عليها في أيام الشباب. طبعا الحنين إلى الشباب زي ما قلت في مستهل كلامي هو طموح من طموحات الناس عموما والشاعر والأديب خصوصا، لأني فيقول مثلا عاد لمنبته وتذكر أيام طفولته. التذكر هو سمة أساسية في الشعر، في الشعراء الكبار وشعر محمد الشحات والشعر الذين يكتبون قصائدهم في العقد الأخير من الأيام. وصغار الحي وهم يلهون بأعواد الحطب ويخفون ما كي ترهبه، ويختبئون فتخبره عنهم أعواد الحنطة حين ترفرف فيهز شجيرات الليمون فتمنحه بعض ثمار كي يبدأ معركة لم يعهدها. ما هي هذه المعركة التي لم يعهدها؟ إنها المعركة بين الضعف الجسدي وبين القوة الإبداعية الطارئة التي لا يستطيع لها ردا. وتلاقي محمد الشحات دائما يكتب، يعني يمكن بصرف النظر عن غير الدواوين يكتب على طول. هو في الواتس بعت القصيدة يمكن كاتبها من يومين أو كاتبها توا، يعني لا يمل ولا يتوقف عن الكتاب وكأنه نافورة شعر. وهذا ليس مرتبطا بأنه شعر مديوكر ولا نص، لا بالعكس، هذا كاتب نضج منذ عشرات السنين، نضج من 30 سنة، وهو إذا كتب قصيدة وتتلوها قصيدة وقصائد فهو يكتبها بإتقان وهو عارف ماذا يكتب. كل قصائده يعني تستحق الدراسة، تستحق أن تتلى وتروى. مش عايز في قصيدة بمعنى فرحة عجوز، يعني دايما يذكر كلمة عجوز والرحيل وهذه المفردات التي ترتبط بالسن والتقدم. ظل الصياد الكهل يراقب سنارته وهي تغوص بأعماق الماء، لم يلتفت لتحريك الخيط فيحزنه كيما يلتقط برفق ما من الله عليه بصيد لم يعرف عدد سنين وهو يداوم في جلسته. طبعا ما من الله عليه بصيد، الصيد هنا اللي هو صيد الشعر وصيد الصور الشعرية التي تتدفق إلى ذهن الشاعر ويحاول أن يكتبها ويدونها في على الورق. طبعا من ضمن هذه يعني ما هو مرتبط بهذه التيمة أو هذه الموضوع هو
تكرار كلمة الموت وفي صحبة الموت وفي حضرة الموت وهكذا. لو قرأنا كل الدواوين خاصة الدواوين الأخيرة هنلاقي كلمة الموت تتكرر كثيرا. الخوف من الموت هذا طبيعي يعني في البشر كلهم. قد يكتب يعني في شعراء كتبوا عن الموت وهم في الثلاثين أو هم في العشرينات. لا، فهذا حادث موجود مع الإنسان منذ بعد ما يتمكن منه الوعي، يعني بعد ما يوعى نفسه يبتدي يخاف من الموت. لكن الخوف الحقيقي من الموت أو الخوف المؤكد يعني بعد تقدم في السن، يعني لأن العمر مقسم إلى زي ما قال أستاذنا الدكتور شهير إلى مراحل. وذكر محمد الشحات بيقول يعني إيه إن لم يدركني الموت سأحاول أن أدركه. يتغلب عليه. صورة جميلة. بالظبط. هو كمان في شاعر اسمه جون دان في القرن ال17 قال لك death be not proud، يعني إيه؟ أيها الموت لا تزدهي بنفسك أو ما تفتكرش إنك أنت يعني ده بالعكس أنا ما بخافش منك. إن لم يدركني الموت سأحاول أن أدركه. نفس الصورة كيما أسأله عن سر مغافلة الأحياء وموت الفجاء، ولماذا لا ينقر بابي حين تجيء ونجلس كيما نتجاذب أطراف حديث قبل الخاتمة. يعني هو يقول إنه سيستقبل الموت بكل شجاعة وبكل إقدام، وهو لا يخاف هذا الموت وليس يجزع منه ولا خائفا منه. ويتخيل نفسه حين هبطت إلى القبر لم أنتبه لعين كانت تركبني ولكف أعرفها، يعني رسم صورة أنه نزل في القبر وواجه الموت بشجاعة وواجه كل ما يتخيله الإنسان من تداعيات الموت. والكتب وبعدين في قصيدة أخرى يقول حان وقت الرحيل لم يعد ممكنا أن أراجع كل التفاصيل، أن أتخيل ما استهل به أول اليوم، أن أنتقي ما تراكم في لغتي كي أعبر عن حالة الضيق. إني أراهم يمرون قبل مواعيدهم فلا أتنبه حتى أودعهم أو أقول سلاما. إذن هذه الفكرة التي سوف أطورها إن شاء الله في بحث عن الشاعر محمد الشحات فكرة موجودة في الشارع وموجودة في الأدب عموما. والدراسات دي مبحث كبير اسمه Aging and Literature، السن أو التقدم في السن والأدب. ودي بيدرسوه علماء النفس وعلماء النقاد وعلماء الطبيعة وكل العلماء. على فكرة دي دراسة بينية، في مئات الدراسات موجودة في هذا الموضوع، وممكن أن ينتج عنه كتب ونقد مهم جدا لشعراء زي الشاعر الكبير محمد الشحات أو أدبائنا الكبار. شكرا. جزيلا للدكتور أحمد الشيمي الذي نقلنا إلى منطقة شديدة الأهمية. الموضوع ربما لم يعالج بكثرة في النقد العربي، وإن عالجه مثلا أحمد شمس الدين الحدادي في مقاومة الوجوب في شعر صلاح عبد الصبور.